شعب بدون دستور، ما عندناش كواغط في التاريخ، هايمين. نو سوم دي كلونديستان دو ليستوار، نو سوم دي ريسكيور دو ليستوار. زادن بلا كواغط كما الهجره الغير الشرعيه، حنا عباره على هجره غير شرعيه في التاريخ. صافي يا المغاربه، الكراغله نوضوها بيناتهم كاع ما يبقى فيكم الحال. حنا عارفينهم الحقد والسم والغيره اللي كتقتل القلب ديالهم. كنقول لكم المحيط الاطلسي بح، يا والله الا دزتو ليه، يا والله الحوت الا شفتوه، الا ما شريتوه ما تاكلوه. الحباب ديالي نوضوها بيناتهم. ياه، رابح ماجر الأسطورة اللي عطى الجزائر الكثير والكثير. إخواني أخواتي، قبل ما ندخلوا في الموضوع، تحية لجميع المغاربة أينما حلوا وارتحلوا داخل المملكة المغربية الشريفة أو خارجها. الحباب ديالنا شجعونا باللايكات ديالكم، وخليوا لينا في خانة تعليق تينم على الأخلاق ديالكم. المهم، رابح ماجر هاد الأسطورة اللي عطى كما قلنا الكثير والكثير. كان ليه درب واحد 3 شهور، شحال هادي قبل من الماضي درب واحد 3 شهور. ما مشاتش معاه الحباب ديالنا، ما مشاتش معاه. البارح كان حاضر في الملعب، بانت الصورة ديالو في الشاشة الكبيرة. غير شافوه لي زانديان، غير شافوه الحاقدين الهمج، غير شافوه بداو بالتصفار وبالسب وبالتعراق. يا والله لا بقى فيا، قسما بالله لا بقى فيا. غير كنبينوا للشعب المغربي وللدول العربيه، والحمد لله يعني بزاف ديال الدول استنكرات، المؤثرين استنكروا داكشي اللي وقع للمغاربه. اخواني اخواتي، وإن دل على شيء كيدل على الهمجيه ديالهم والحقد الدفين، لانها هو ولد بلادهم وهذه مده باش دار يعني واحد التدريب ما مشاش معاه. عادي بقاو حاقدين عليه. الناس مراد، والله الا الناس مراد. هذا غا ولد بلادهم ما داروش فيها الخير. عاد انكم غنتسناو حنا الجيران ديالكم غديروا معنا الخير. حنا عارفينكم امراض يعني. يا ودي الفرنسيس والتواركه مخلطين. شنو غادي يعطيونا واحد الانسان حاقد مريض نفسي، ما عارف مسكين اصوله منين، حتى الاصل ديالو ما عارفوش منين. وهذه هي الحقيقه. الحباب ديالي غادي ندوزو للمحور الثاني. كتعرفوا بان النظام الجزائري الخسيس والرخيص، النظام البيريمي، ما كيهموش الشعب الجزائري، ما كيتسوقش هو انه يحاول يجلب الاستثمار الى الجزائر ويشجع الشركات تجي تستثمر في الجزائر. لا 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 لا، هو قاني غير على المغرب. نعم، شركة كبرى إخواني أخواتي، شركة تبوك، وما أدراك ما شركة تبوك اللي بشات تستثمر في الجزائر. الكراغلة أو النظام الحاكم إخواني أخواتي شافوا بأن هذه الشركة دايرة الخريطة ديال المغرب كاملة يعني مكتملة. قالوا لهم لا، تحيدوا هذيك الخريطة، تحيدوها، ماشي تحيدوها وإنما يعني تحيدوا الصحراء المغربية. شركة تبوك رفضات لأن كتعترف هي بالصحراء المغربية، وأن علاش غادي تسيسوا المشاريع، علاش السعودية معترفة بالصحراء المغربية. المهم رفضوا باش هاد الشركه ما تستثمرش في الجزائر، ما كيتسوقوش هما للشعب او للدوله انها تزيد القدام. المهم هما ان المغرب ما تكونش الخريطه ديالو كامله مكتمله. ردوا عليهم اخواني اخواتي، قالوا شركه تبوك يعني السعوديين هي اللي انسحبت، يعني ما قبلوش انهم يبدلوا. الشركه السعودية ردت بتدوينة كتقول بأن شركة تبوك هي التي انسحبت بسبب عدم قبولكم لخريطة المغرب موحدة من طنجة للقويرة، والشركة كتقول بأنها سوف تتجه لبلدنا الثاني الجميل المغرب. وحنا بالدور ديالنا كنقولوا مرحبا وألف مرحبا.
المغاربه ماشي ناس بعقلهم، ماشي ناس حاقدين حاسدين. حنا كنفكروا في ان بلادنا تزيد لقدام، ان المواطن المغربي يستافد، ولكن هاد الناس هادو قطعوا الجو وقطعوا البر. اخواني اخواتي، قطعوا انبوب الغاز. 47 سنه هما دايرين لنا العصافر الرضائين. دل على كيدل على الحقد ديالهم الدفين للشعب المغربي اللي كان سبب في الاستقلال ديالهم. ودائما كنقول لهم ما كانش الشعب المغربي وكان راكم مازالين عبيد عند ماما فرنسا. وكيف العاده وكيف القاعده، والابواق المستاجره اللي دائما كتطلق السلوكيه خرجت كتقول بان وزير الصناعه الصيدلات هي كيرفض قبول استثمار شركه ادويه سعوديه تبوك. شركه تبوك وما ادراك ما تبوك جابت لنا استثمار تاع 16 مليون اورو. هذا الاستثمار اخر مستثمر جزائري يقدر يديروا. خدموا لنا الدواء ماشي شامبون، يعني خارجين كيسيئوا كيف العاده. داك الفم ديالهم عندهم سليط، كيعرفوا غير يسيئوا لعباد الله. وكتعرفوا هاد الشركه من اكبر الشركات اخواني اخواتي، والجميع كيعرف السبب الحقيقي علاش انهم ما تفاهموش باش ان الشركه تبوك انها تستثمر في الجزائر بسبب الخريطه ديال المغرب كامله مكتمله اللي كتعمل لهم غصه في القلب. الشركه ديال تبوك قالت لهم احنا ما دخلناش في هذا الشيء هذا في البوليزاري ولا في الصحراء، حنا جايين نستثمروا. اش دخلنا حنا في هذه المسائل السياسيه؟ ولكن كنعرفوا الكراغ لا مساكن العقول الزيتونيه وما الدير. حنا كنتسائلوا القناه بين سبورت القطريه، بغينا نعرفوا شكون اللي نزل هذا البيان هذا الكاذب اللي كيقولوا بانه كيتعتبر المنتخب المغربي خاسرا ب0-3 في مواجهات منتخبات السودان وغانا ومدغشقر ضمن المجموعه الثالثه لبطوله افريقيا للمحليين الجزائر 2022. وزعما واش هذا جزائري ولا هذا تا هو واخد الشيكات والهبات من الجزائر؟ المهم الحباب ديالنا، حنايا الفريق ديالنا ما نسحبش، وانما الفريق ديالنا تسنى في المطار باش كنعينوا واحد القرار من عند النظام الخسيس والرخيص. ولكن اخواني اخواتي، القجع راه ما غاديش يجلس حل فمه، لا القجع حتى هو راه يدافع على بلادو وغادي يجيب العز لبلادو. اخواني اخواتي، وكان الرد من الكاف اخواني اخواتي بان الفريق المغربي ما انسحبش هاد المره هذه قبل ما ديروا شي بيان حتى تحققوا منه. المهم الحباب ديالنا، هي هذه اخر الاخبار. عجبكم فيديو جمجموا ولا تخمموا، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.